بتفرج على الفيديو جت في دماغي حاجه كنت قريتها في كتاب، كان وقتها بيتكلم ان اي تغيير او عشان تبدا او اي حاجه يحصل تغيير كبير في حياتك، هي دي بتبدا من العادات الصغيره مش العادات الكبيره. في كتاب كده اسمه اتوميك هابت. هو حتى بعت لي صورة الكتاب عشان يشجعني، بس بصراحة انا ما قريتهوش. مش تقليل منه، بس انا مش بتاع كتب. فانا فكرت في كلامه عن العادات الصغيرة، وهي فعلا اللي تخليك تبني حاجة كبيرة، الخطوات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم. بس السؤال هنا ازاي تتعود على العادات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم في حياتك؟ انت بتستنى اليوم اللي بتبقى طاقتك فيه 100%، واليوم ده بيجيش فبتقرر ما تعملش حاجة خالص. نظرية ال50-50 مش القصد انك تبقى كسول، القصد هنا ان الناتج ما يبقاش صفر. مش قادر تنزل الجيم ساعة، انزل الجيم 10 دقايق. مش قادر تلعب 3 في 10 من كل تمرينة، العب مجموعة واحدة تقيلة من كل تمرين. مش قادر تنزل الجيم اصلا، اتمرن في البيت. تعال نبص على اكتر حاجات مملة في اليوم. على سبيل المثال غسيل السنان مثلا، ينصح الاطباء بغسيل السنان 3 دقايق في المرة. انا مش دكتور، بس لو غسلتها 20 ثانية احسن ما تخش تنام وانت مغسلتهاش. النظرية دي سهل تبان ان انا بحرض على بس فكرة هنا انك بتحجز مكان للعادة دي في يومك عشان ما تتنسيش، واهم حاجة ان انت تحافظ على الاستمرارية وتعمل روتين واقعي تقدر تكمل فيه. فكرة انك تبدأ من الاول حاجة مسلية لينا كلنا في الحياة. الفريش ستارت، السنة الجاية بتبدأ وزي ما يكون كلنا عندنا صفحة بيضة نبتدي منها. يجيلك الافكار الكبيرة دي والموضوع يكبر وتبتدي تخطط، بعد كده تيجي قدام اللوحة ولما تلمس الموضوع ما عادش فيه شغف، الشغف اختفى، عمرها بتطلع زي ما كنت متوقع. تيجي تسأل نفسك هي كانت مستاهلة ان انا اعملها اصلا؟ ومعظم الناس بتتقفل من كده. انت عايز الامور تبقى مظبوطة، اكيد يا اسطى، بس لما يظهر لك حاجة واحدة مش مظبوطة بتبتدي تستنى الصفحة البيضاء الجديدة عشان تبدأ. في الحالة دي هتقول لنفسك بكرة، عشان انت عايز الامور تبقى مظبوطة وانت مش عايز تفشل، فعمال بتنفض. بس اللي انت محتاج تفهمه ان الفشل هو النجاح. فكر فيها كده، انت قدامك الاتنين، المرات اللي هتنجح فيها والمرات اللي هتفشل فيها، بس الفرق ان انت عشان تنجح مرة محتاج تفشل 1000 مرة. فهي بقت مسؤوليتك ان انت تفلتر ما بين كل المرات اللي هتفشل فيها. هي ايام الاحباط، الايام اللي مش سهلة، هي المرات اللي بتفشل فيها دي اللي هتعلمك حاجات تستفيد بيها في المستقبل، بتبقى اساسية. كل ما هتفهم ده بسرعة الموضوع يبقى منطقي اكتر. لما هتفشل بسرعة هتنجح بسرعة. بسيطة. طب من الاخر عندك اختيارين، اول واحد يا اما تفضل مستني اللحظة المثالية اللي عمرها ما هتيجي، او التاني تنزل تجرب النص نص، وتاني يوم ساعتها هتعرف الغلط كان فين. وهتصحى كل يوم متقبل فكرة ان انت هتعمل اخطاء كتير النهاردة، بس هتديها كل مجهودك وتركيزك. بس هتبص بعدها بكام سنة وهتاخد بالك ان انت خلال كل المرات اللي فشلت فيها دي نجحت لك مرة ولا مرتين. بعد سنين العك ده ساعتها هتفهم ان ال50-50 ما كانتش كسل، كانت الطريقة الوحيدة عشان ما توقفش خالص. او ممكن تفضل تستنى، عمال تقول هعمل اللي ورايا اهو، هبتدي اهو، بس الحقيقة المرة ان 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده غالبا هينسوه اصلا. هتفضل مستني اللحظة المثالية وتدي نفسك عذر ورا التاني، وتصحى بعد سنة ولا 2 تلاقي نفسك لسه واقف في نفس النقطة. او ممكن تعملها دلوقتي، ابتدي دلوقتي، ليه ما تعملهاش اصلا؟ انزل اغلط دلوقتي، جرب النص نص، واكسر الصفر. كده الوقت هيعدي، في الاخر الامر يرجع لك. خد قرار.